مرحبا بكم، نهاركم زين. اليوم جيناكم بوصفة بنينة واقتصادية، صدقيني جرباها وراح تعجبك وراح تعوداها. نروح لطريقة تحضير وصفتنا اللي كانت كفتة السلق السبانخ. بسم الله، نروح لطريقة التحضير. نحتاج سلق كنا غسلناه وقطعناه، نقطعوه رقيق كما موضح في الصورة. نفوروا السلق تاعنا في البرمة والكسكاس، نفوروه لين يطرى خلاه. بعد ما يطرى السلق تاعنا نحيولو الماء ونحطوه في صحن، نحطو معاه بصل مرابي، ثوم مرابي، فلفل اسود، فرماج مرابي، عكري، راس الحانوت، شويه كركم. نخلطوا الخليط تاعنا مليح. نضيفوله بيضة ونخلطه مليح. نضيفوله خبز كنا يبسناه ورحيناه، نلمو به الخليط لين تحصلوا على خليط متماسك. نشكلوا الخليط تاعنا الى كريات، نقليوهم في زيت سخون. هنا تكون السبانخ تاعنا حضرت. نروحوا لطريقه تحضير لاصوص تاع السبانخ تاعنا. بسم الله. نحتاجوا دجاج، بصل مرابي، زيت، ثوم مرابي، طماطم مصبره. نقليوهم مليح، نضيفوا لهم زروديه مقطعه، نقليوها مليح. نمرقوهم بماء سخون. نضيفوا لهم عكري، راس الحانوت، شويه قرفه، شويه كركم، شويه زنجبيل مطحون، فلفل اسود. نخليو لاصوص تاعنا يطيب. نضيفوا له زيتون مثقوب كنا غليناه. نخليو لاصوص تاعنا يطيب لين ينشف لاصوص تاعنا. كي ينشف نزيدو نحطو فيه حبات السلق ونخليوه يطيب مدة 10 دقائق. بعد ما ينشف لاصوص تاعنا، تنشف المرقة تاعنا، هنا تكون حضرت. ما بقى لي غير نقول لكم بون ابيتي، وصدقوني هذه اروع وصفة سلق راح تحضروها بحياتكم. بون ابيتي، سلام.